السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رمضان قرب يدخل علينا وكل سنة وانتم طيبين. وكلنا طبعا بناكل في رمضان زبادي وبنحب الزبادي، فعلشان هو الزبادي بقى غالي دلوقتي فاحنا هنعمله في البيت. كل واحدة مش عندها حالة الزبادي ممكن تعمله في البيت عادي، بالطريقة السهلة والسريعة والبسيطة اللي انا هعملها دلوقتي. هنجيب كيلو لبن وهنغليه، وبعد ما يغلي نسيبه يبرد، وهنجيب كوباية زبادي ناخد منها معلقتين وهنقلبها مع شوية لبن صغيرين، وبعد كده نحط اللبن، نضيف اللبن ده على كيلو لبن ونقلبه مع بعض. وبعد كده هنحطه في الكوبايات بتاعة الزبادي دي. هي كوبايات ملونة وشكلها حلو والاولاد هيحبوها عشان الوانها الجميلة دي. وبعد كده هنحطها في طبق. بعد ما نغرفهم كلهم هنحطهم في الطبق دوت. طبق على قدها كده، وبعد كده هنغطيها نملاها مية سخنة، مية بتغلي من الكتل، وهنحطها عليها وهنسيبها وهنغطيها لتاني يوم الصبح. بعد كده هنشوفها هنلاقيها خلاص الزبادي ربط، وده شكله زي ما انتوا شايفين ناعم وطري وفي نفس الوقت صابح، مش فيه اللذاعة بتاعة الزبادي اللي بره، والاولاد هتحبه جدا. وفي نفس الوقت مش مكلف، زي مش هيكلفك حاجة غير زي الزبادي اللي بره. وبالهنا والشفا، كل سنة وانتم طيبين.